يا اخويا بالرغم اللي تونس بلاد صغيرة لكن ديما خلوا بصمة في اي ميدان نشاركوا فيه، ومنها الميادين الرياضية. هذاك علاش اليوم باش نشوفوا اكثر 5 رياضيين تونسيين تحصلوا على ميداليات ذهبية. في المركز الخامس نفتتح القائمة بأسطورة من عالم الفروسية، الراجل اللي حط تونس على منصات التتويج العالمية، المنير بن عيين، البطل اللي جاب ذهبية بطولة العالم في الفروسية سنة 1989 وخلى عالمنا يرتفع في سماء سويد. اما المركز الرابع واللي هو المركز اللي من بعده نحكي على رائد من رواد الملاكمة التونسية، محمد علي بن جندو، اللي دق الباب التاريخي وجاب اول ذهبية اولمبية لتونس في تاريخ، انتصر في اولمبياد روما 1960 بوزن ذبابة وخلى العالم الكل يحكي عليه. وفي المركز الثالث نحكوا على اسطورة من اساطير السباحة، احمد الحفناوي، الراجل اللي صدم العالم في اولمبياد اثينا 2004 لما كسب ذهبيتين في نفس الدور، فوق في ال 400 متر وال 1500 متر سباحة حرة، انجاز خالد وما يتكررش. اما في المركز الثاني نرجع لايقونة الجري الطويل، محمد الجمودي، اللي طير العلم التونسي مرتين في السماء، كسب ذهبية اولمبية في مكسيكو 1968 وثانية في ميونخ في عام 1972 في ال 5000 متر، وزيد عليها برونزية في ال 10000 متر، اسطورة بمعنى الكلمة. واخيرا وصلنا للمركز الاول، البطل اللي حطم كل الارقام القياسية وحكم مجال السباحة لعقد كامل، الرياضي التونسي الاكثر تتويجا بالميداليات الذهبية. لهنا نحكوا على اسامة الملولي، سيد المياه المفتوحة وسلطان السباحة التونسية. اولا ذهبية اولمبية في 800 متر سباحة حر بكين 2008، ايضا ذهبيات عالمية في بطولات المياه المفتوحة من 2009 ل 2019، وبرونزية اولمبية في 1500 متر. الراجل اللي مسك العالم بين يديه 10 سنين، الرقم اللي حد ما يقدر يكسره الى يومنا هذا. اظن اساطير خالدة في عالم الرياضة، كل واحد اكتب فيهم تاريخه وتاريخ بلاده، قدوة للجيل الجديد بالعزيمة والتدريب تقدر تصنع المستحيل. في الاخير ما ننسيش نذكرك باك الجيم اذا عجبك المحتوى، وسبسكرايب اذا كان تحب محتوى اكثر واكثر من نفس النوع. وتوا كلكم السلام عليكم.